أتمنى إن الرسالة دي تخفف على قلبك شوية أو تخليك تحس إنك مرتاح أكتر. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيستخسر فيك حاجة، بس ممكن يستخسرك انت في الحاجة دي. مهما كان شايفك انك بتظلم نفسك فهو مش هيسمح لك تعمل كده، ولو شايفك انك ممكن تقبل انك تيجي على نفسك او كرامتك فهو يمنعك عن الحاجة اللي انت بتحبها، لان هو شايف انها الحاجة دي ما تستهلكش، الحاجة دي ما تستحقكش، انت تستاهل احسن من كده بكتير. خلي عندك احساس بانه انت لو جلدت زادك مش هتستفاد اي حاجة. انت قدمت كل حاجة حلوة قدمتها فعلا، بس ربنا اراد ان العلاقة دي تنتهي. اوعى تقعد تدي للشخص اللي قدامك مبررات ان هو مازال بيحبك وان هو بس زعلان منك، وان انت تقعد تنتظره، لانه لو كان فعلا بيحبك وكان فعلا كان خير ليك ما كانش هيبعد وكنتوا هتبقوا مع بعض دلوقتي. والحاجة التانية انك ما تحاولش تحط للشخص ده توقعات ان هو لسه بيحبك، لان عاطفتك بتكون مسيطرة عليك. خلي يقينك يغلب يأسك، وان لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يجمعكوا تاني هيجمعكوا. سلم امرك لله، وبص على نفسك ازاي تقدر تصلح منها وازاي تقدر تطبطب عليها. اوقات كتيرة ما بنعرفش الحكمة في الوقت ده، بس قدام بعد شوية بتلاقي كل الحقائق وضحت لك، وهتتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى عمل الحاجة دي علشانك، وان هو مش عايز يوجعك بس عايز يعلمك، وانك حتى لو بتحب الحاجة دي قوي ربنا سبحانه وتعالى شايف ان انت ما تستاهلهاش وانك تستاهل حاجة احسن منها.